تعرفي انك ممكن تكوني بتضري بشرتك وانتي مش حاسة؟ لا، وفاكرة كمان انك كده بتحميها. وده ممكن يحصل لو بتحطي سان سكرين مش مناسب لنوع بشرتك. وعلشان كده لازم تعرفي الفرق بين الانواع. وعلشان ما تغامريش لا بوشك ولا بفلوسك، انا اللي غامرت عشان اقدر اعملك مقارنة بين دراكون سان سكرين وديرما ال هيالو سولار، والاتنين دول للبشرة الدهنية والبشرة المختلطة. دراكون سان سكرين جيل كريم دراي تاتش، هو جل خفيف البشرة بتمتصه على طول من غير طبقة بيضة، وفيه UVA و UVB فلترز، فبيحمي البشرة من أشعة الشمس اللي بتسبب البقع، وممكن كمان تخلي التجاعيد تظهر بدري، بس عيبه إن ممكن تحسي إن ريحته قوية شوية. ديرما ال هيالو سولار انفيزبل فلويد، ملمسه أخف وعامل زي السيرم، وبرضه البشرة بتمتصه بسرعة جدا ومش هتحسي بيه على بشرتك، عشان كده اسمه انفيزبل. وبرضه في UVB و UVA فلترز، والزيادة فيه هما الهيالورونيك أسيد والنياسيناميد. الهيالورونيك أسيد موجود للترطيب العميق للبشرة، والنياسيناميد بيقلل المسام الواسعة ويفتح البقع ويعالج الحبوب، وده هيخليه حلو جدا على بشرتك لو حساسة، لأنه كمان ما فيهوش أي ريحة خالص. يعني لو بشرتك دهنية قوي ومعرضة للحبوب، دراكون هيكون كويس جدا معاكي لأنه مش هيزيد خالص على البشرة. ولو بشرتك دهنية أو مختلطة ومحتاجة شوية ترطيب وخايفة التجاعيد تظهرلك، يبقى استخدمي ديرما ال، والاتنين حجمهم واحد 60 ملي. ومادام بقى عرفتي الفرق بينهم، اكتبيلي في الكومنتات بشرتك هتكون محتاجة ايه منهم، وكمان سهلت عليكي وتقدري تشتري من اللينك اللي في الديسكريبشن، وهسيبلك كود حصري هيديكي خصم زيادة كمان. واشوفك على خير في فيديو جديد، وبشرتك دايما منورة وصحية.